مشترياتنا وصلت من أكبر سوق صيني في العالم في ألمانيا. أكيد متحمسين مثلنا عمود تشوفون شكو بهاي الصناديق كلية. نبدأ وياكم نقول بسم الله ونفتح الكراتين، وأول كرتونة راح تختارها رهف. اختاري رهف أي كرتونة. وبهاي الكرتونة الأولى. أكيد متحمسين وحابين تعرفون شكو بيها. بسم الله. كرتونة ببطنها كرتونة وببطنها كرتونة. أنا أقول أنا اشتريت أنا كرتونة. نجي نفتح أول كرتونة ونشوف ايش بيها. وهمين ببطنه كرتونة. كراتين. كرتونة استوي قبيتها. واو. ما أعرف بس حتى لا. أكيد ما عرفتوا شنو هي؟ عرفتك تقول. راح نفتحها وياكم كل الكراتين ونشوف شنو بيها. هاي الكرتونة الثانية هم راح نفتحها التكملة مال هذه الأولى. نشوفكم شنو بيها. مقص، مبرد. شوفكم الجمال هذا. طبعا هذا السوق من أضخم الأسواق الموجودة هنا بألمانيا وبالعالم، هو معروف السوق الصيني. صراحة إبداع. هسه راح أكمل وأشوفكم إياه. هاي الكرتونة الأولى مثل ما شفتوها اللي وصلت هي سكاكين، سيت مال سكاكين ستيل، وياها المحد وياها المقص، وكل الأنواع موجودة صغير وكبير الأحجام كليتها. شوفوا لي إياها وقولوا لي شنو رأيكم، كتبوا لنا بالتعليقات على مود نعرف. بصراحة جودتها ممتازة. هاي الكرتونة الصغيرة راح نفتحها وياكم ونشوف ايش فيها. ايش تتوقعون شنو بيها؟ نقول بسم الله ونفتح. شوفوا لي المجسم كليته مصنوع من الصفر ومن الزجاج باعوا. كلش حلو بصراحة. الله هنا مكتوب، هنا همين الله، وهاي الساعة بجميع الاتجاهات. شوفوا لي منارات. بصراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. المجسم روعة، يعني أنا أعطيه 100/100 صراحة. كلش حلو. هاي الكرتونتين اثنيناتهم سوية راح نفتحها احنا وياكم نشوف شنو بيها. أكيد متحمسين انتو وياي، وأنا بدي أفتح والله كلش متحمسة وفرحانة، لأن بصراحة المشتريات جنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوفوا لي شنو هذا بيت مال قرآن. فخامة. منا ينفتح، خليني اشوف لكم اياه. هذا ينفتح منا، تخلون القرآن بيه حافظه، هو بيت القرآن، وتسدوه. هذا طبعا الى مسند والى قاعدة راح اسويها وياكم وتشوفوها النتيجة النهائية. المسند مال القرآن شوفوا لي اياه. هسه راح افتحه وياكم واشوفكم المسند مال القرآن شلون يصير. المسند شوفوا سويناه، ركبناه هاي الحديدة وهذه منا ركبناها. راح نجيب البيت مال القرآن نخليه هنا. شوفوا بهذه الطريقة بهاي الصورة. شوفوا لي شلون حلو صار. هذا مسند تقدرون تخلوه كديكور كلش حلو، وبنفس الوقت يحفظ القرآن. بصراحة تحفة كلش حلو. شنو رأيكم انتم بيه؟ هم تكتبوا لنا بالتعليقات على كل حاجة، واي واحد حاب يسأل عن الاسعار اكتبها بالتعليقات على نعطيكم السعر قطعة. من ضمن المشتريات اللي طلبناها ووصلتنا الشغلات، اعتقد مرة شفتوها، مرة احنا وسوقنا، راح نشوفكم. هذا بايركس شوفوا لي حجمه وسط، بنفس الوقت المسند بيه شمعدان، نقدر نخلي شمع ويبقى الاكل حار. يفيدنا طبعا بالعزايم ويفيدنا برمضان. هاي اخذت من عندهم اثنين يعني قطعتين. خليني اشوفكم القطعة هذه. شوفوا لي اياها. هاي مال التقديم كلش حلوه، تقدرون تستخدموها للضيوف، ونفس الوقت تقدرون تستخدموها للفطور. الزيتون، جبن، كذا تقدرون تستخدموه. هذا بيه 3 قطع. هسه للكرتونه الكبيره. بسم الله ما شاء الله. اول شيء هاي شمعدانات
سعرها تقريبا 1 يورو، كلش رخيصة. خذت معنا 3 قطع. راح نفتح وياك كرتونة ثانية، خلينا نشوف شنو بيها. طبعا كلها كراتين. هذا ذوق نصير اختارها اللي هي مال كلينس للاستقبال. شوفوا لي اياها كلش حلوة. كان سعرها اعتقد 10 يورو. نفتح الكرتونة ونشوف شكو بيها. ما شاء الله يعني كثر الكرتونات. هذه كلش عجبتني. هاي عائلة كاملة، لأنه عائلة كاملة. هذه يصير بالرفوف، واحد يستخدمها كديكور كلش حلو. شوفوا لي هاي العائلة الحلوة. طبعا حاولت ألقى بنات 2 بس ما لقيت بس ولد وبنية، بس رغم هذا جبتهم لأن صراحة شكلهم كلش حلو. مستمرين وياكم بفتح المشتريات. تعالوا خلنا نشوفكم. أكيد شغلات رمضان دائما لازم موجودة بالبيت، ولازم كل رمضان نجدد المشتريات. بصراحة كلش عجبتني وجبتها واشتريتها. هذه القطعة الثانية نقدر نخلي هنا بيها تمر، ونخليها للإفطار، نقدم بيها التمر بصفى اللبن على مود الفطور. باعوا وياه كلش حلو. صراحة المشتريات قبل رمضان، مشتريات رمضان بالذات قبل رمضان تكون رخيصة، يعني قبل رمضان ب4 أشهر 5 6 تكون كلش رخيصة، لكن من نشتريها برمضان أو قبل رمضان بأيام قليلة تكون كلش غالية، لأنه اشتريتها ب5 بينما برمضان ب20 يورو. السجار يا حبابي، وانا هسه راح اختار شنو طلعناه. يلا طلعينا. هذا وهذه خارطة العراق. هواي دورت عليها ولقيتها. خليني اشوفكم الجمال. انا ما شفت جمال. شنو انا شوف الجمال رهف. شنو رايك في الجمال؟ عراقنا الحلو. شوفوا لي هاي القطعة. هذا القطعة للديكور كلش حلوة. انا معظم الشغلات اللي اشتريتهم للديكور للاستقبال والمطبخ. شوفوا لي اياها وقولوا لي شنو رايكم بيها. القطعة اللي اختارها نصير هذه للكلينس مال المطبخ، كلش عجبته. هو ذوقه واختياره. شنو رايكم ذوق نصير؟ حلو ولا مو حلو؟ شوفوا لي اياها كلش حلوة. ارجع واقول لكم انا التراثيات، الشغلات الاثريه والتراثيه والشغلات اللي تدل على ثقافتنا العربيه عشق. دائما احب اشتري من عندهم. هذا مال شاي طبعا. هذا مال شاي اكيد تعرفوه. هنا نعبي الغاز او النفط، واني حتى المحقان اشتريته. هذا المحقان اللي اترس بيه اشتريته همين. والاحلى شنو اشتريت بعد قطعه وياه كلش حلوه. راح تفطيني انا وشنو اياها. هذا كله مو حلوه. يسوون هيجي. هذه الدله مال قهوه. يعني نصير شو قلت ما يريد يحب يشرب قهوه، حضر الهياك اللي مكانه المفضل، يشرب قهوه على مزاجه. هاي البخورات استخدم من عندها دائما بالبيت، ودائما اجيب نوعيات مختلفه. ريحتها تجنن. اكيد معروفه بخور العود كلش معروف. احنا عندنا اكثر من بخور موجود. شوفوا دائما انا استخدم من عند هذا القديم. هذا رغبه يجنن بعد احسن من هذا، بس انا ما لقيت منه اشتريت من هاي البخورات. انا انصحكم بيها يا بنات، تجنن للبيت. اجي دور معطرات الجو. معطرات الجو فظيعه. هذه المعطرات كان عليها عرض واخذتها 3 ب10 يورو. هذا ريحته كلش طيبه. انا صار اشتغل طب تكون خشمي صدق. هاي المعطرات من ارقى المعطرات الموجوده للجو، للفراشات، الكل شو تقدرون تستخدموها. اما المعطر اللي ما استغنى عنه نهائيا واللي يطب بيتي ويشتمه يوصيني اطلب له دائما. اما الاسواق الهنديه الموجوده هناك لازم نروح نشتري بخور هندي ريحته تجنن. هذه النوعيه ريحتها من اطيب البخورات الموجوده. شكلها نفس المال. يلا افتحيها برا. شو تتوقعين شنو بيها؟ يلا افتحيها. تحبين الشاي؟ هي احب الشاي. لا عارفين. ويا طلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبتي هذا
أنا بس على مود هذا. بايركس ضد الحرارة، نقدر نشتغله، نقدر نخدر بيه شاي على الطبق. شكله كلش حلو وبيه مصفي. هذا سعره 10 يورو. شوفوا لي الجمال. هذه قزاز، هذه فواشيق مال شاي. شوفوا لي اياها، سيت مال فواشيق مال شاي ويا القاعده مالتها. من الشغلات الحلوه اللي اخذتها للمطبخ لان كان عندي بيها نواقص هي السيتات مال فواشيق. هذا سعر الواحد كان 4 يورو. مو بس هاي، اخذت كل السيت كامل واسعار كلش حلوه. هذين جودتهم كلش حلوه، يعني جودتهم ممتازه بنات. ليش؟ يعني زوجة اخويا مشتريه قبل ومستخدمه، فلهذا انا اشتريت، يعني عن تجربه اخذتهم. سيت مال شواك، سيت مال خواشيق، خواشيق مال كوب، شوكات كبار. نشوفكم بعد شو اشتريت. هذه الشطل مال فواكه من كلش حلو ونازك. شوف سعره 3 يورو، كان عليه تخفيض وطلبته. اخذت سيتين لانه شكله حلو وعملي. الفواكه هذه كلش حلو، التقديم همين. سيت مال الشاتشين مال طعام، هذا السيت الثاني مال فواشيق، وهذه المغرفه مال سمن بالاضافه الى دنيش البقيه شرحت لكم اياه. فكلهم صاروا بسيت واحد. فد شي كلش حلو موجود بداخل هاي الكرتونه وكلكم تحبوه اكيد. خلنا اشوفكم. بسم الله. شوفوا لي اول شي الجمال. شوفوا هاي الساعه، هاي الساعه طلبناها وكلش حلوه ورخيصه، سعرها كلش مناسب. تصير بالبيت، تصير بالمحلات، تصير بالمكاتب. فد شي روعه روعه. اخر كرتونه واخر ما تبقى من الطلبيه. خلينا نشوفكم. فد شي حلو. النافوره ايش قد حلوه، حلوه وناسكه وروعه واصواتها حلوه بداخل البيت. ايش شكلها على الكهرباء. هسه بدي شويه راح اشغل لكم اياها واشوفكم اياها. كلش حلوه، تصير على الشباك، تصير يم الزرع. حاولت ادور الطبق مالتنا بالعراق، تعرفوا الطبق للريوقات حط عليه الخبز، بس ما لقيت. بس لقيت شيء مقارب له. هذه سعرها 18 يورو، بس شكلها مقارب للطبق العراقي اللي نستخدمه، فكلش عجبتني. شوفوا لي شكلها. جبت قطعة ثانية هم مشابهة للطبق، بس اكيد مو مثل الطبق بالعراق. شوفوا لي اياها كلش حلوة يا بنات. احنا بالغربة دائما نحب هاي الشغلات اللي ثقافتنا تراثنا، فنحاول قدر الامكان نلقى هذه الشغلات اللي توحي انه احنا عايشين ببيئة عراقية. والله كلش حلو. شلال لازم اشغله واجربه وياكم. هنا درت له مي من ناظفة المي، هذا الماطور مال المي راح اشغله انا وياكم. شوفوا لي شكله النهائي. هذا الشلال بيضوى جوا وبمطر مال مي. شوفوا لي هنا. هذه الطوبة تتحرك من المي، يتحرك مطر المي يتحرك ويذب المي اللي هنا، باعتبار هذا الناعور هو اللي يشتغل. شكلها كلش حلو وتصير بالمطبخ بالاستقبال. كلش عجبتني. طلبياتنا ومشترياتنا فتحناها سوريا مثل ما شفتوا الشغلات اللي جبناها. ان شاء الله يا رب عجبتكم هاي الشغلات، عجبتكم هاي المشتريات. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو اكثر شيء عجبكم، واذا اي واحد حاب يعرف الاسعار المكان يكتب لنا بالتعليقات، اكيد راح نجاوب عليه. اتمنى عجبكم هذا الفيديو. بنهايه هذا الفيديو اللي ما مشترك بالقناه اتمنى تشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعار على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. نحبكم دائما، انتظرونا بفيديوهات جديده احلى واحلى.